وبنكمل قصتنا سوا مع جوشا بعد ما رجع بالزمن وبقى طفل عنده 9 سنين، لكنه بيقدر يستخدم المانا كويس جدا، وبيبقى ناوي يقتل سيزر ويغير المستقبل ويقتل كل اللي أذوه واتنمروا عليه. وفعلا خلى الفارس الأحمر قتل جورد ورويد وساب رولز علشان يقول للقادة ال100 محدش يقرب من مامته، ويبقى الضوء اداله فرصة انه يثبت نفسه وجابوا القصر علشان يتعلم المانا ويتدرب على فنون القتال. يا ترى جوشا هيستعمل الفرصة دي ولا لأ؟ وهيتصرف ازاي مع بابل؟ في الجزء الشمالي من جنينة الحرفيين في حجر قديم غالبا بيحس جوشا انه جه المكان ده قبل كده قبل ما يرجع علشان مامته، وبيتسلق جوشا الجبل وبيكون ارتفاعه عالي وبيبقى في مسار سري جوشا اكتشفه بالصدفة، وبيقعد جوشا يدور عليه وبيبقى ده المكان اللي اكتشف فيه لوقيا. وبيلاقي جوشا بحيرة بيروح عندها وبيعد 3 نقط وبيظهر دايرة سحرية بيدخل جوشا جواها، وبيلاقي نفسه قصاد قصر كبير مهجور وخراب من حواليه. وبيبص جوشا حواليه وبيستغرب، هو المعبد ده كان كده فعلا في ذاكرته؟ هو لما اكتشفه اول مرة ما كانش مدمر زي دلوقتي كده. وجوه المعبد فوق المنصة كانت لوجيا متعلقة وملفوفة بسلاسل زمان، لكنه بيدخل دلوقتي بيلاقي مكانها حديد وبيستغرب، وبيمسك جوشا العصاية الحديد بإيده وبيظهر قوة شديدة جدا من العصاية، وفجأة بيتحول كل حاجة حوالين جوشا للون الأبيض، وبيسمع صوت بيقوله انت هنا. فبيتفاجئ جوشا وبيبص وراه وبيقول مين هنا؟ وبيبص جوشا بيلاقي مفيش حاجة غير الحديد، وبيقول حتة الحديد تاني؟ فبيرد الحديد ويقوله انا مش حتة حديد، انا روح الملك الشيطاني لوقيا. فبيتفاجئ جوشا وبيقول له انت تقصد انك كنز ملك الشياطين؟ وبيفكر جوشا هو ده لوقيا اللي قضيت حياتي كلها اللي فاتت معاه وكانت روح ملك الشياطين، غير ان شكله متغير. فبيقول الحديد لجوشا ما عندناش وقت، انجز علشان الطاقتين اللي جوه جسمك هياكلوا في حياتك، وفي طريقة واحدة تهدي الطاقتين دول وتستعيد القوة الكاملة جواك، ولازم ترجع قوتك في فترة قليلة لانك محتاج تمتلك فنون الرمح السحري المرحلة الرابعة. فبيتفاجئ جوشا وبيفتكر الطريقة القديمة للرمح اللي هو اتعلمها، فنون الرمح السحرية، والطريقة دي بيكون اتعلمها جنب زراعة المانا، وبتظهر قوة كبيرة في قارة أجرانت، ويعتبر السيف أعظم سلاح للفارس، وبيتبص للرماح على إنها أسلحة عادية ملهاش لازمة، ومع ذلك يقدر يعد الأشخاص اللي كانوا قادرين يقاتلوا ضده وكانوا يتعدوا على صوابع الإيد. وفي الوقت ده كانت فنون الرمح السحرية بتاعة جوشا في المرحلة الرابعة، ولو حب يقارنها بالترتيب فده هيكافئ الفارس اللي يقدر يشكل سيف المانا في الرتبة A، وكان بمستوى المعلم كائن مطلق، وده بس من ضمن 8 رتب في فنون الرمح السحر الخاصة بيه في المرتبة ال5 بس، وبقى أقوى فارس في الإمبراطورية. والمرتبة 4 أقل بكتير من كده يمكن تكافئ الرتبة B. وبيفكر جوشا إن دي حاجة عملها قبل كده أكيد مش هتكون صعبة، بس ما عندوش وقت، والمشكلة إنه بحالته دي دلوقتي زراعة المانا نفسها هتكون صعبة. فبيقول الحديد لجوشا ما تقلقش، طالما أنا معاك هتقدر تستخدم المانا من غير أي ضرر. فبيتفاجئ جوشا وبيقول له هو ده ممكن بجد؟ فبيقول له الحديد لازم تدرب نفسك من غير ملل، وبمجرد وصولك السيادة لازم تبدأ تدور على قوة غير قوتي وهدفك يكون أبعد من كده. فبيقول جوشا لوقيا انت بتقولي ايه؟ فبيقول له الحديد دلوقتي خلي هدفك ثابت، اشوفك المرة الجاية بقى. فبيفضل جوشا ينده عليها لكنها بتختفي من قدامه، وبترجع الدنيا حواليه كما كانت، وبيلاقي نفسه في المعبد. وبيفكر جوشا انه مادام قريب من لوقيا فهيقدر يستخدم قدر معين من المانا، وان طريقة زراعة المانا مش هيلاقيها في اي حتة في القارة دي طريقة تبقى بتاعته هو، بس استدعاء شوية مانا على الأقل علشان يحتفظ بوضع الاستعداد. وبيستخدم جوشا العصاية وبيبتدي يفعل المانا، وبيفكر ان المرحلة دي هي الأولى من فنون الرمح السحري. وبيتبسط جوشا لما بيلاقي المانا شديدة حواليه وبيتأكد انه عرف يعملها. وبيستخدم جوشا فنون الرمح السحري المرحلة الأولى، الخطوة الأولى، يركز المانا على نقطة واحدة ويطعن بقوة جامدة،
وبيستخدم جوشا المانا بكل قوته وبيفجر بيها باب المعهد، وبيفكر ان ده المكان اللي هيبدأ منه الانتقام من قيصر فان بريتون وهيبقى اقوى وياخد كل حاجة منه. وعند الدوق اغنوس في قاعة استقبال الضيف بيوصل الدوق ومعاه شيفون وبيقول واضح ان عندنا ضيوف مش متوقعين. فبتقول شيريل دي بونتي بنت عيلة بونتي، اتشرفت بمقابلتك يا حضرة الدوق. فبيقول لها الدوق بتعملي ايه هنا يا شيريل في الوقت المتأخر ده؟ فبيقول الكونت كوكس لون فيجن وكيل عيلة بونتي اللي جاي معاها انا اسف الاميرة ما كانتش صبورة شوية علشان كده وصلنا هنا. فبيقول له الدوق كوكس انت بتتأسف ليه؟ صعب نشوف وشك رغم انك عايش في العاصمة، هنشوف بعض امتى غير في اوقات زي دي، ايه رأيك تكرس نفسك لعيلتي؟ فبتقول شيريل حضرة الدوق عدى وقت كبير جدا، ازاي تحاول تسرق سرقة كنز عيلة تاني بكل برود؟ فبيقول لها الدوق انت على طول كده يا شيريل؟ فبتقول له شيريل سمعت ان بابل بقى فارس من رتبة سي، ده صح؟ كنت بفكر ان اجيبه وقت التوظيف. فبيقول كوكس انا اسف يا دوق واضح ان الاميرة لسه ما نضجتش. فبيقول له الدوق عادي بتتصرف زي اي طفلة في سنها. وبيقرب الدوق من الكونت بونسل ريبريكا اللي معاه إيسلين بنته وبيقول له انا اسف يا بونسل نسيت انك هنا. وبتسلم إيسلين على الدوق وبتكون شيريل واقفة متضايقة وعايزة تعرف ايه اللي جاب إيسلين هنا، وبتقول بصوت عالي صحيح سمعت ان ابن الخدامة ضرب 3 من القادة، ده صح؟ فبيتعصب كوكس وبيقول لها قلتلك بطلي التصرفات دي. فبتقول شيريل في ايه بسأل بس. فبيقول لها كوكس بتسألي على حاجة ما اتأكدتش. فبيقول لها شيفون هو عنده حق يا أميرة دي إشاعات، ده جوشا جسمه ضعيف واتولد بلعنة مانا، ازاي هيهزم 3 قادة؟ فبيتفاجئ بونسل وبيقول ده بجد عنده لعنة مانا؟ فبيقول له الدوق بونسل انت جيت في الوقت المناسب، ازاي تخلي بالك من الولد ده؟ انت مش من السحرة الدرجة ال5 في الامبراطورية، يمكن تكون اكتر حساسية تجاه مانا، يا ريت تهتم بيه. فبيفكر بونسل ان دي فرصته علشان يسجل نقطة مع الدوق اغنوس وبيوافق. وبيقول شيفون للدوق انا اسف بس ليه ما نبصش بص على جوشا قبل ما نمشي للعاصمة؟ من المفروض نتأكد انه فعلا اتولد بلعنة مانا حتى عشان نأكد الاشاعات، انت بس اديني الامر وانا هحط فرسان مناسبة تراقبه. فبيقول له الدوق هتستخدم الفرسان القرمزيين بمراقبة واد عنده 9 سنين بس. فبيقول له شيفون لو قوي زي ما الاشاعات بتقول فلازم نستعد، انا عندي حد مثالي لده، انا متأكد انك هتتبسط لما تشوفه. وفي مكتب شيفون بيكون كاين واقف قصاده وبيقول له شيفون انت بتقول ان في عركة مع القائد مش كده؟ وعلشان القواعد العسكرية عندك سلطة تقرير العقوبة، بس ده مش تسرع منك. فبيقول له كاين الناس دي كانت بتأذي زوجة الدوق. فبيتفاجئ شيفون وبيقول له ازاي يعملوا كده في الست فانيسا؟ فبيقول له كاين لا دي لوسيا ما هي تبقى مرات الدوق التانية. فبيقول له شيفون يعني 2 من القادة اتصابوا بشلل بسبب خدامة؟ فبيقول له كاين بقول لك مرات الدوق التانية وليه يأذوها اصلا؟ ده كده بيهينوا الدوق لو الغلطان عاقبني. فبيقول له شيفون خلاص حصل خير، المهم انا عايزك تتعارك مع جوشا النهارده. فبيقول له كاين ايه اتعارك معاه ليه؟ فبيقول له شيفون عايزك تتأكد ان جوشا عنده فعلا لعنة مانا واتولد بيها، الدوق مش مقتنع دلوقتي ولو سبناه هيقف زي الشوكة للسيد بابل. فبيقول له كاين هو ممكن السيد بابل يخسر قصاده؟ فبيقول له شيفون بطل هبل مفيش زي السيد بابل ولا في عبقريته. فبيفكر كاين ان جوشا ده نيزك ممكن يدمر السماء والارض بس هم مش واخدين بالهم. وبيقول شيفون المهم كل اللي انا عايزك تعمله في العركة تحقن جوشا كمية صغيرة من المانا في السر، لو مولود بلعنة مانا فعلا فجسمه هيرفضها هتبقى سامة بالنسبة له، لو دخلت المانا مش هيقدر يعيش اكتر من 10 ايام. فبيفكر كاين ان شيفون منحاز قوي لبابل. وبيقول شيفون استنى ساعة التدريب القصيرة هيكون الدوق هناك. وفي ساحة التدريب الصغيرة بيكون كاين واقف بيفكر انه حتى لو اوامر من سيده فهو مش ناوي يأذي جوشا لانه قرر يحميه. وبيجي جوشا وبيقول انت كاين سمعت انك هتعاركني؟ فبيقول له كاين الدوق امرني بكده علشان اختبر قدراتك. فبيفرح جوشا وبيقول له كاين ما تقلقش انا ما عنديش نية اقاتلك بجد. فبيقول له جوشا ايه السخافة دي؟ انت بتستقل بيا؟ برغم ان الفرسان لهم الحق في اختيار سيدهم انا كمان ليا الحق اختيار اتباعي، وانا ما عنديش نية اثق في شخص ضعيف. لو عايز تعرف انا مين
تديني اللي عايزه وسيفك موجود اهو. وبيجي الدوق ومع شيفون وبونسل واسلين وشيريل وكوكس وبيقول قدمتوا نفسكم لبعض. فبيوطي كاين يسلم على الدوق وبيفضل جوشا واقف لكنه بيوطي يسلم بعدها وبيقول له الدوق سمعت انا عايز منك ايه صح؟ فبيقول له جوشا عايز تختبرني. فبيقول له شيفون انت فاهم غلط، ده مش اختبار، الدوق عنده هدف وهو معرفة نوع العجز اللي عندك علشان نعالجك. فبيفكر جوشا ان شيفون جنب بابل علشان كده بيخطط يقتله وبيقول كاين اديني اوامرك يا دوق. فبيقول الدوق واضح انك غلطان يا كاين، مش انت اللي هتقاتل جوشا، ده بابل. فبيجي بابل من ورا وبيقول بصفتي اخوه الكبير انا اكتر واحد هيساعده. فبيقول الدوق بما انه مجرد قتال فمش هنستعمل سيوف حقيقيه، هتبقى خشبيه علشان التدريب. فبيطلع بابل السيف وبيديه لجوشا وبيقول بفكر ما اكونش صادق في القتال ده. وبيفكر جوشا ان بابل وشيفون عايزين يقتلوه بس هو هيوريهم كلهم ايه هي روح الظهور. فبيمسك جوشا السيف وبيكسره وبيمسك العصايه الحديد بتاعته وبيقول هحتاج ده بس. فبتضحك شيريل وبتقول ده مضحك قوي. فبيقول شيفون احنا مش بنهزر هنا، هتعمل ايه بالعصايه دي؟ فبيقول الدوق طيب كله يقعد ويا ريت يا بابل ما تستخدمش المانا. فبيوافق بابل وبيفكر انه ما ينفعش يستخدمها اصلا على التافه ده وبيروحوا يقعدوا كلهم. وبيقول بابل لجوشا انت فاكر انك هتقدر تصد السيف بالعصايه الخشبيه دي؟ والله انت مقامك الاسطبلات. فبيطلب منهم الدوق يبداوا قتال وبينط بابل وبيوجه سيفه ناحيه جوشا لكن جوشا بيتفاداه وبيقول له بابل واضح انك اتعلمت كم حركه رخيصه. فبيفكر جوشا انه برغم انه بابل من الرتبه سي بس عنده تفكير بسيط وسرعته عاليه وبيقدر جوشا انه يضرب بابل بعصايته على غفله وبيقوم ضربه بيها في بطنه وبيتفاجئ بابل وبيبقى عايز يستمر لانه ما ينفعش يقع دلوقتي. وبيتعصب بابل وبيستخدم المانا وبيتفاجئ جوشا لانه خطر عليه وبينده الدوق على بابل علشان يقف لكن جوشا يستخدم المانا بتاعته بكل قوته هو كمان. وبيفكر بابل انه بيكذب ومفيش لعنه ولا حاجه لانه قادر يستخدمها اهو. وبيتعصب بابل وبيقول انا عمر ما هعترف بواحد زيك انه اللي خليفه الدوق. وبيفكر جوشا انه كده كده بعد 10 سنين هتختفي الدوقيه بسبب الحرب الاهليه اللي بين الامبراطوريه ولو جوشا عنده دعم كبير دلوقتي فده هيساعده في خطته والدوقيه هو اللي هياخدها كلها. وبيكون الاتنين استعملوا المانا بتاعتهم وبيهجموا على بعض لكن بيجي الدوق قصادهم وبيقول اقفوا انا مش هسامحكم لو كملتوا عراك من دلوقتي. وبيوقفوا الاتنين عراك وبيكون شيفون متعصب انه طلع عنده مانا وهو عنده 9 سنين بس، دي عمرها ما حصلت في التاريخ وعمره ما سمع عنها. وبيقولوا الدوق لشيفون كفايه كده مش صح؟ فبيقول بونسل من ملاحظاتي يا دوق فدي مانا. وبيقول شيفون ومش اي نوع من المانا كمان. فبيقول بونسل مفيش مقارنة بينه وبين بابل في كمية المانا، دي مانا مختلفة عن المعروفة وخصوصا في التركيز. فبتقول شيريل يعني الطفل ده فعلا مستخدم مانا؟ فبيقول كاين مين كان يعرف انه بالقوة دي؟ فبيقول الدوق جوشا انت عندك مانا وانت عندك 9 سنين، جميل قوي. فبيحاول شيفون يتدخل لكن الدوق بيوقفه وبيقول الدوق عايز اسألك سؤال يا جوشا ابقى تعالى اوضتي بالليل. فبيتفاجئ شيفون هو وبابل وبيفكر بابل وهو متعصب ان ابوه ما بيدخلش حد اوضته ابدا، ازاي الولد ده وصل لكده؟ وفي اوضه الضيوف بتاعه الدوق بتكون شيريل عماله تتنطط ومبسوطه باللي شافته وبيحاول كوكس يخليها تهدى. فبتقول شيريل وهي مبسوطه بقى معقول الطفل اللي عنده 9 سنين ده عنده مانا؟ مش ده الأحسن؟ أنا خلاص قررت، بس اللي شاغل بالي إنه ابن خدامة هو اسمه جوشا صح؟ أنا هخليه يبقى بتاعي. وعند فانيسا مرات الدوق وأخت الإمبراطور ماركوس بيكون شيفون قاعد قصادها وبتقول له قول لي بقى إيه اللي قلته على بابل ابني؟ فبيقول لها شيفون يا ستي السيد بابل خسر قصاد جوشا. فبتتعصب فانيسا وبتقول له إزاي؟ وبتروح ضربة شيفون بالقلم وبتفكر ان ازاي جوشا مستخدم مانا واحسن من بابل كمان. وبتقول لي شيفون وايه كمان؟ فبيقول لها شيفون واضح ان الدوق هياخد جوشا العاصمة. فبتقول له فانيسا لأكاردي. فبيقول لها شيفون من ساعة ما شاف اللي جوشا بيعمله وهو عايز يراقبه كويس وبغض النظر اصلا بس كده الموضوع هيبوظ لو سيبنا حاجة زي كده تستمر. فبتقول له فانيسا
لو اشتغلت صح مش هيحصل اي حاجة من دي. فبيقول لها شيفون ما تقلقيش، انا عندي حاجة في مخي هتبقى هي حل المشكلة دي. فبتقول له فانيسا وايه هي؟ فبيقول لها شيفون بالرغم ان ده تفكيري الشخصي، بس الدوك اغنوس ممكن يحاول يعلن الامبراطورية ان جوشا مستخدم مانا برتبة سي. فبتقول له فانيسا انت لسه معتقد انه هيعمل كده؟ فبيقول لها شيفون مش الدوك لوحده، ده في كمان 2 كمان كانوا بيشوفوا جوشا، حتى لو اللي استخدمه مش مانا فهيفضلوا مصممين انه يعمل اختبار علشان يعترفوا بيه جوه الامبراطورية افلون باعتباره فارس من الرتبة سي، وهيحتاج يدخل معارك ضد اعضاء الفرسان الملكيين ويظهر انه قادر على استخدام المانا في وضع قتالي حقيقي. فبتقول له فانيسا بجد لازم يقاتل اعضاء الفرسان الملكيين، انا كده شكلي هتصل بعمي. وبيروح جوشا يخبط على باب اوضه الدوك، وبيدخل وبيوطي يحيي الدوك وبيقول له الدوك انت مين؟ فبيتفاجئ جوشا وبيقول له انا جوشا بون اغنوس. فبيقول له الدوك واضح انك اتغيرت من اخر مره شفتك فيها، انت متضايق زيي؟ فبيقول له جوشا انا مش متضايق، بس كان لازم تكون واخد بالك من عيون العيله المالكه، انا فاهم انك ما كانش عندك الكتير تعمله علشاني، لكن عندي طلب واحد اطلبه منك. فبيقول له الدوك عايز ايه؟ اعتذار؟ فبيفكر جوشا انه علشان يفضل عايش في العالم ده ما يهمهوش الاعتذار، وبيقول ده مرتبط بقرار انك تاخدني معاك العاصمه اكرادي. فبيقول له الدوك انت واثق اني قررت اخدك يعني؟ فبيقول له جوشا اه. فبيقول له الدوك وايه خلاك واثق؟ فبيقول له جوشا في سببين، الاول هو انه كان المفروض بابل يكون خليفه ليك بصفتك الدوك، ومع ذلك ظهوري فجاه غير كل حاجه، ومن الحكمه منك انك تمنع ان مشاكل تحصل جوه العيله، وده هيحصل لما تبعدني انا عن المكان. فبيفكر الدوك ان جوشا عنده موهبه كبيره، وبيقول جوشا والسبب التاني جشعك الشخصي، علشان ما تفقدش موهبة زيي، لو قادر توصل للنقطة اللي تخليك تعدي اللي انت فيه فعيلة اغنوس هتكون قادرة تظهر تاني، لدرجة حتى العيلة المالكة ما تقدرش تعمل حاجة. فبيقول له الدوك واضح انك معترف ان عندك قوة. فبيقول له جوشا على الاقل مش هخيب امالك. فبيقول له الدوك نفترض انك وصلت الحل. فبيقول له جوشا طبعا هتاخدني اكرادي وتوديني الاكاديمية، لان ولاد العائلات الاغنياء جوه امبراطورية افلون في سن ال10 سنين لحد ال5 لمدة 6 سنين بيدخلوا اكاديمية جوه العاصمة، واللي زي بابل بيتخرجوا بدري، والسبب اللي خلى العيلة المالكة تخلي التفويض هو استخدام الأكاديمية كوسيلة لغرس الملكية في الأطفال دي ويدوروا على المواهب يستفيدوا منها. فبيقولوا الدوك أنا فعلا عايز أخدك الأكاديمية في العاصمة وهبقى أزورك من وقت للتاني. فبيفكر جوشا إن دي فرصة إن الدوك أغنوس بنفسه يكون في صفه، وبيقول له ده كويس، أنا عارف إنك سيد سيف، لكن بالنسبة ليا بفكر استخدم الرمح كسلاح الرئيسي. فبيتفاجئ الدوك وبيقول له رمح اشمعنى؟ وبيطلع الدوك كمية مانا كبيرة ناحية جوشا، وبيحس جوشا انه الدوك بيستعرض مهارته، لكن هو كمان هيستعرض مهارته لما يمسك الرمح. وبيقول له الدوك انا هوريك ان كل اللي هيقف في طريقي هيتهزم قصاد رمحي، حتى لو هواجه واحد من النجوم ال9. فبيقول له الدوك انت بتقول انك هتهزم حتى النجوم ال9؟ وريني قيمة الرمح كسلاح بنفسك، انا هختبرك بنفسي. فبيقول له جوشا وهو مفعل المانا بتاعته علشان يصد مانا الدوك موافق. فبيفكر جوشا ان الدوك اغنس واحد من النجوم ال9 ودي فرصة مش هتتكرر ابدا، وبيقول له الدوك جاهز؟ فبيقول له جوشا بس بشرط لو نجحت في الاختبار ده يا ريت تقبل طلبي. فبيقول له الدوك مفيش مشكله، لو نجحت هتستخدم الرمح وهوفي لك طلبك، ولو انا اللي كسبت وقتها انت هتسمع كلامي. فبيفهم جوشا ان كلامه ده هو انه يروح الاكاديميه ويتعلم فن المبارزه، وده مش هيحصل لانه هيعرض كل اللي عنده في المبارزه. وبتكون فانيسا قاعده قصادها بلوره وبتستخدم السحر، وبيظهر وش راجل عليها وبتقول عمي عامل ايه؟ فبيقول لها عمها انا مبسوط في القصر، انت عامله ايه مع الدوك؟ فبتقول له فانيسا بصراحه حصلت حاجه هنا وعايزه منك طلب. وبيدخل جوشا من باب ساحه القتال وبيلاقي بابل في وشه وبيقول له جوشا تعالى معايا ثانيه. فبيقول له جوشا ما عنديش حاجه اتكلم معاك فيها. فبيتعصب بابل وبيقول له انت عندك مباراه معايا دلوقتي. فبيبص له جوشا وبيفكر ان عينه مختلفه دلوقتي وانه ماهر في الفنون القتاليه ومش عايز يخسر تاني. فبيقول له جوشا انت واثق؟
وفي القصر الامبراطوري الامبراطورية افالون قصر كالتيكا بيكون ماركوس فان بريتهون امبراطور امبراطورية افالون قاعد وبيسأل اللي قصاده ده بجد في موهبة تانية ظهرت وفي عيلة الدوق اغنوس، وفانيسا بقى كانت مخبية الطفل ده. فبيقول له الراجل اللي قصاده واضح انه مش ابن الدوقة، ده ابن الخدامة. فبيقول له ماركوس بابل ده كنز مش موجود في اي امبراطورية، لكن واضح ان الدوق اغنوس بقى عنده كنزين، انا بحسده قوي. فبيقول له الراجل الامراء الامبراطوريين عندهم موهبة كافية تسمع العالم كله. فبيقول له ماركوس ده مش صح، اكيد في حد ورث قوة الامبراطور، مفيش اضعف منهم، الامبراطور بيسخر منهم، لكن الامراء الامبراطوريين بتوع دلوقتي موهوبين. الموضوع بس ان معايير الامبراطور ماركوس عالية جدا، لانه شخص عنده قدرة كافية في الفنون القتالية علشان يوصل لعالم السيادة، فرغبته في المواهب كتير، واكيد مهارة ابنه التاني زي بابل. فبيقول له الراجل ده في اشاعة ان بابل اتهزم من الولد ده. فبيقول له ماركوس ازاي ده اصغر منه. فبيفكر ماركوس ان طفل عنده 9 سنين خلى اكبر موهبة في الامبراطورية ترقع على رجلها. وبيقول للراجل لازم نتحرك علشان نتأكد من مهاراته. فبيقول له الراجل ايوه صح، ده هيكون في خطة لعيلة الدوق اغنوس تطلب ارسال امر للفرسان الامبراطوريين، انا مقدر ان الطفل ده من الرتبة سي. فبيقول له ماركوس رتبة سي في عمر ال9 سنين ده نعمة كبيرة، عايز اعرف هو قوي قد ايه. فبيقول له الراجل انت مش هتورط نفسك في قتال معاه صح؟ فبيقول له ماركوس عايز اجرب، بس العار اني ما اقدرش بسبب الكلاب البرية اللي عينيها مفتحة مستنيين الفرصة، بس ابعت واحد من الامراء الامبراطوريين، الامبراطور بيميز الكويسين اللي لازم ياخدهم. وبيكون بابل بيتعارك مع جوشا بالسيف وبيفكر ان المانا على ايده، بس معناه ان قوته عالية قوي. وبيقول جوشا انا اقدر احدد انت بتفكر في ايه من تعابيرك، انا هوريك رعب الفنون القتالية اللي بتقلل منها دي. فبيتعصب بابل وبيمسك السيف تاني وبيقول له انت بتستخف بيا. وبيفجر جوشا كل المانا اللي عنده ناحية بابل، وبيحاول بابل يصده لكن مش بيقدر، وبيبقى مش قادر يعترف انه اقوى منه بكتير. وبيقع بابل على الارض وبيقرب منه جوشا وبيقول له انت حاسس باحباط، اما ابقى اقوى ما تنساش الحالة اللي انت فيها دلوقتي، وبناء على مشاعري مش عايز حاجة اكتر من ان اقطعك لاهانتي واهانة امي، بس انا هسيب الموضوع يعدي علشان عدى عليه وقت كبير. انا كان عندي عين بتسعى دايما ورا الفنون القتالية، بس لو ما غيرتش موقفك هعمل كده تاني واخليك مش قادر تمسك سيفك، ومش هتنسى ده ابدا. وتاني يوم في دوقية الدوق اغنوس بيكون جوشا نايم على السرير تعبان علشان يستخدم مانا كتير، برغم ان تحكمه في المانا اتحسن بعد ما استخدم لوقيا، بس لسه عنده اثار جانبية وجسمه مش قادر يتقبل المانا. وبيخبط حد على الباب وبيفتكروا جوشا انه كاين، وبيفتح الباب بيلاقي شيريل في وشه بتقول له اهلا انت جوشا صح؟ انا تشارلز من عيلة دوق بونتيه، سمعت انك اصغر مني ب3 سنين، فينفع اكلمك من غير رسميات؟ بلاش تقف كده، تعال ندخل ونتكلم جوه. وبتبقى لسه شيريل هتدخل لكن جوشا بيمنعها وبيقفل الباب في وشها، وبتتفاجئ شيريل وبيتضايق جوشا لما بتخبط تاني وبيبقى عايز يتجاهلها، لكن الخبط بيزيد وبيتعصب جوشا وبيفتح ويقعد يزعق، لكن بيلاقي كاين في وشه وبيقول له طب انا همشي لو انت مشغول. فبيقول له جوشا لا انا كنت فاكرك حد تاني، ايه اللي حصل في اللي قلت لك عليه؟ فبيقول له كاين انا خلصت اللي انت طلبته، بس انا مش فاهم انت ليه بتعمل كده. فبيقول له جوشا انت بس محتاج تثق فيا وانت هتفهم. يا ترى ايه اللي طلبه جوشا من كاين، وهيقدر يثبت للدوق انه يقدر يستخدم الرمح ولا لا؟ وايه الطلب اللي عايزه منه اصلا؟ هنشوف ده كله في الفيديو الجديد، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنقدمه، وما تنساش تديني اللايك والكومنت الحلو بتاعك، كل ده ببلاش يا صاحبي، فياريت ما تبخلش عليا باللايك. بس كده اشوفك على خير ويلا نقول سلام.